رحمة ببدايتها هي ابنة لفنان كبير، لكن محتاجة أشوف هذه وقفتك وياها. هي نجمة، صح. هي نجمة بحضورها الكبير وبصوتها الحلو وباسمها رحمة رياض أحمد. هي نجمة كبيرة وإحنا كلتنا وياها، لكن أيضا هي بحاجة للدعم من عندنا ومن عندكم أنتم الفنانين. يلا أستاذ صلاح نسمع منك شيء أنت ورحمة مشترك. الغالي يا نغم والغالي العزيز الغالي الاستاذ المعاش، ثقي بالله، تعرفين انا جد فرحان هسه انا باربيل، فرحان لهذا اللقاء، وشكرا للبغداديه الرائعه. شكرا لك استاذ. شكرا. البغداديه اللي راح تبقى خالده في نفوس كل الناس. ثقي فعلا اكيد. كيفك نغني هاني يا كيفك؟ احبك ليه استاذ ما ادري الله. خليك تكمل وياي. هي تسمعك طبعا اكيد. يلا رحمة. مرة أسأل عيوني، مرة عيوني تسأل، أحبك ليش ما أدري. يسلم صوتك استاذ صلاح، واني الي الشرف اني اسمع صوتك واسمع رايك بي، فهاي شهاده اعتز بيها طبعا. انت مثل بنتي، وانا التقيت بالبحرين وعدتك ان شاء الله نوقف معاك كلنا اخوتك واحنا عراقيين، انت بنتنا، ورياض عنده تاريخ كبير معايا. وشكرا للبغداديه اخي اولا واخيرا، للطبقه البغداديه هي الرائعه في دعم كل الفنانين العراقيين والشباب، واحنا اخوتك واحنا وياك، وانا ابوك اعتبر رياض ماكو انا موجود. تسلم اكيد اكيد طبعا. ربي يخليك ويسلمك. شكرا للفنان الكبير صلاح عبد الغفور، شكرا جزيلا لحضرتك. اكيد كنت منورنا طبعا. وما عرفنا نغم عندنا اتصالات بعد؟ يعني اتصال؟ طيب خلينا نرجع للاسئله. رحمة، دائما الفنان في بداية مشواره يعني يكون حذر بخطواته، لكن هسه احنا دخلنا بسنة 2011، نريد نعرف شنو اللي حققتيه بسنة 2010 وشنو سويتيه وشنو اللي يعني تأملي له انه يصير في سنة 2011. اول شيء الحمد لله سنة 2010 كانت حلوة كلش، بدايتها كانت كلش حلوة وماشية مثل ما أنا أريد. نهايتها شوية تعبت نفسيا هواية، يعني ما تأذيت كلش يعني. بوفاة صديقي طبعا رامي الله يرحمه. الله يرحمه. وبنهايتها يمكن كانت هواي عندي يعني مشاكل ان تحضير الأغنية وتأجيل الأغنية، وكانت عندي يعني حفلات والتغت، ويعني ما اعرف هل هي هاي عين ولا دربكه صارت تصير. البس هنا عين 24 ساعه. تصير هذه الدربكه أكيد. المهم انه بعدين تحطيها ببالك هذه الامور وتستفيدين منها. اكيد اكيد طبعا اكيد. فبدايه 2011 اتمنى انه يا رب يعني يحقق كل اللي اني اتمناه ان شاء الله. ما يحرمني من احد احبه، ويخليهم الي طبعا اهلي يا رب ان شاء الله. بس الشغل يعني كل ما اشتغل كل ما اكيد راح الاقي شيء زين ان شاء الله. ان شاء الله تلقين دائما كل شيء زين. رحمه وخلينا ناخذ اتصال. الو سراب. الو. قطع الاتصال ويا سراب. مع سراب. عندنا ايضا اتصال من وليد. مساء الخير وليد. مساء النور عيني. شلونك وليد؟ مساء النور، شلونك عيني؟ يحفظك الله وليد. الله يخليك. ممكن احكي ست رحمة؟ اكيد طبعا، تفضل هي وياك. اكيد. ست رحمة شلونك؟ اهلا وسهلا وليد، هلا وبيك. انا احد معجبينك من العراق. تسلم حبيبي، على راسي. تسلم راسي. شلونك؟ بس حبيت اسلم عليك. تسلم يا قلبي. انا الحمد لله، ما دام انتم بخير انا بخير. شكرا وليد. شكرا لك يا وليد. وناخذ اتصال اخر ويانا.
عبد الله. عبد الله تفضل عبد الله من قطر. الو مساء الخير. مساء الخيرات. مساء النور. شو اخباركم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. ممكن نكلم رحمه؟ تفضل. تفضل هي وياك تسمعك. الو مساء الخير. انا وياك يا عبد الله. شو اخبارك يا رحمه؟ الحمد لله الله يخليك تسلم. يا اخي رحمينا يا رحمه، رحمينا شوي. والله انا يعني ما قاعده اسوي شيء. داعي. احنا معجبين بيك هوايه على قولتكم العراقيين. تسلم يا عبد الله، واني اشكركم واشكر كل المعجبين اللي عندي بقطر، وانتظروا مفاجأة قطرية. طبعا شكراً شكرا عبد الله. على الاتصال عبد الله من قطر، وتحيه لاهل قطر، ورحمه عندها مفاجاه. طبعا بعد ما نخلص البرنامج رحمه تبقين ويانا على الخط عم تقول لنا على المفاجاه. خلينا ناخذ اتصال اخر من ويانا. ابو ريان. تفضل ابو ريان. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذي؟ ازيك ابو ريان؟ شو اخباركم؟ والله بخير، دامك بخير. والله بخير يا اخي، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بالف خير. تسلم. والله وحشتونا كثير والله. تسلم الله يخليك. والله بريد اسال عن الفنان الكبير حميد منصور. احنا الفنان حميد منصور كان ضيفنا على يعني حلقة كاملة من كريستال، كان ويانا وغنى من أجمل أغنياته. يمكن ما حضرت هذا اللقاء أنت وليد، بس أكيد عندما يعني تتاح لنا فرصة لقاء ثانية بالفنان حميد منصور أكيد راح يكون ويانا. شكرا. والله أريد أسمع له أغنية جميلة كنت أسمعها لما كنت بالعراق، اللي هي شعر سارح مثل لون الشمس. شعر سارح مثل لون الشمس. شعر سارح مثل لون الشمس. واللي يشوفك يفرح بزفة عرس. احنا ويانا اليوم وليد ضيفتنا رحمة رياض أحمد. لا والله الفنانة رحمة منذ شوية، منذ لحظات غنت كليب كثير كان جميل ومؤثر، اللي هو ارحموني يا عالم. ارحموني يا عالم. شكرا لك وليد. تسلم يا